السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده نقول لكم اهم اخبار في الجاني السياسي مع نادي الزمالك، والتوقيع في الجاني السياسي مع نادي الزمالك خبر جميل لكل الزملكاوية. اتفق مسؤول نادي الزمالك مع التونسي فرجاني الساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم على منحة مليون يورو مقدم تعاقده خلال الساعات القليلة المقبلة وتحويلهم لحسابه البنكي. ويحصل مسؤول نادي الزمالك على توقيع اللاعب لمدة سنتين لتجديد التعاقد معه بشكل رسمي، والبقاء عليه داخل القلعة البيضاء وغلق الباب على رحيله. وينتهي عقد فرجاني الساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقام مسؤول الزمالك بتخصيص جزء من المبلغ الذي حصل عليه من الشركة الراعية في الأيام الماضية لتجديد عقد فرجاني الساسي وتحويل المبلغ إلى يورو ووضعه في حساب اللاعب البنكي قبل الحصول على توقيعه. ويشمل المليون يورو قيمة مقدمة التعاقد معاه بالإضافة إلى الحصول على جزء من مستحقاته المالية متأخرة مع الفريق. وبذل مسؤول الزمالك مجهودات كبيرة مع الفرجاني الساسي لإقناعه بتجديد تعاقده مع الفريق وغلق الباب بشكل نهائي على رحيله بسبب الحاجة إليه من كل الجوانب وعدم وجود بديل له مع الفريق. وكان الفرجاني الساسي قد تلقى بعض العروض في الفترة الماضية قبل